تسجيلات إمام الزمان تقدم. زين، بس أستاذ أنا تفاجأت. العفو عزيزي، أنت ذكرت في الموضوع قلت في أنه أفضل وسيلة يتوسل بها الإنسان الرب العالمين هي أهل البيت، مو صحيح؟ تفضل. نعم عزيزي الغالي، بس اعطيني شوية مجال اوضح لها شوية، ايراد لها جملة كبيرة. وهذه الشيطان لعنة الله عليه راد من رب العالمين يقول له انا ما اجد الادم، ما اجيك عن طريق ادم، انا ارزعب لك مستقيم، ما الي شغل بادم، ما اسجد، لذلك ما سجد وكذا شكل. فالله سبحانه وتعالى يقول له اريدك تعبدني مثل ما اريد انا، عن طريق محمد وآل محمد، عن طريق الخليفة تجيني صلاتك وعبادك عن طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيطان قال له لا، أنا عبدك مستقيم من دون محمد. فهسه أنت نفس الشيء قاعد تقول لي أنه تريد تدعو الله سبحانه وتعالى، ما يستجاب لك، والله ما يستجاب لك، بل يردها عليك، يردها عليك مثل ما ردها على إبليس. فأنت الله سبحانه وتعالى قايل لك فابتغوا إليه الوسيلة. تريد أقول لك ليش؟ الله سبحانه وتعالى نور، فاللي يكلمه لازم يكون نور مثله. الله سبحانه وتعالى ما يكلمه إلا محمد أو آل بيت محمد، بس له أنوار مثله. من حقه أن يتكبر. ليش نقول الله متكبر؟ من حقه التكبر. ليش؟ لأن ماكو شيء مثله، لأنه نور السماوات والأرض. فمن النور يكلمه لازم نور. منو لازم نور؟ محمد وآل بيت محمد، هم اللي لهم حق يكلمونه. أنت ما لك حق، أنت مخلوق من نطفة، أنت مخلوق من، أنا وأنت مخلوقين من طين، فهمت؟ مو نور، فما يحق لنا أن نكلم الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل محمد وآل محمد رحمة الواسعة، قال لنا بالقرآن إذا دعيتوني فابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة أنا تقول له بحق محمد وآل محمد، دور الخلفاء اللي حطيتهم بخلقتنا وسجدت الملائكة لهم وقلبت الدنيا كلها من شانهم. إذا ما تقول له من دون محمد وآل محمد يردها عليك الله سبحانه وتعالى ويلعنك في نفس الوقت. لكن مطيك الفترة، مطيك فترة الاختبار بهذه الحياة الدنيا، وموعدك يوم القيامة. مثل ما الله موعد الشيطان يوم يبعثون، احنا البقية موعدنا يوم القيامة عزيزي. فلا ترد على الله سبحانه وتعالى، واستمع له، ومثل ما يقول لك فابتغوا إليه الوسيلة.